أنه كان عندي كلب من نوع مالينوا، كنت ربيته حوالي عامين. أنا اضطريت أنه الكلب هذاك نمدو الإنسان واحد آخر يتكفل به. بعد مدة تقريبا عام وصل وقت التلقيح تاعو. رحنا باش نديروا التلقيح. على كل حال أنا كي شفت الكلب نتاعي، الكلب إما كي وصلت لعنده أنا، الكلب جا عندي وحضنته أنا، الكلب يبكي كي شافني. هذيك اللقطة بقات مأثرة فيا. على كل حال الكلب تاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حمودة فواز، طبيب بيطري خاص، متخرج من جامعة قسنطينة، معهد البيطرة، وأمارس هذه المهنة في عيادتي الخاصة منذ حوالي 20 سنة. هل الطب البيطري يشمل جميع الحيوانات أو بعضها فقط؟ الطب البيطري على كل حال يشمل جميع الحيوانات، ولكن كل منطقة واش الحيوانات اللي متوفرة فيها. مثلا في المنطقة تاعنا ولا المدينة تاعنا كاين أنواع متوفرة في هذه المدينة، مثلا تربية الأغنام، تربية البقر، تربية الحيوانات الأليفة، القطط بأنواعها، الكلاب. نسبيا هذه أغلب الحيوانات المتوفرة في المدينة تاعنا، على عكس مناطق أخرى مثل المناطق الجنوبية نلقاو توفر الحيوانات مثلا الجمال، الماعز كاين متوفرين في المدينة تاعنا ولا في المنطقة تاعنا، ولكن متوفرة بصورة أكثر في مناطق الجنوبية. أكثر الحيوانات التي أقوم بفحصها وعلاجها غالبا الحيوانات الأليفة، القطط والكلاب، وأحيانا نعالج الأغنام والبقر، ولكن يغلب أكثر في مجال العملي الحيوانات الصغيرة اللي هي القطط والكلاب. ما هي أكثر الأمراض المنتشرة في عالم الحيوانات؟ هناك أمراض كثيرة على كل حال. مثلا القطط مرض التيفيس هو مرض فيروسي خطير، الكلاب مرض البارفو هو مرض خطير، وبلا ما نساو مرض داء الكلب. داء الكلب هو مرض فيروسي يصيب الحيوان، القطط أو الكلاب أو الأبقار على كل حال، وهو مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان. والقطط أو الكلاب هي عبارة عن حيوانات حاملة للفيروس. إذا انتقل هذا الفيروس للإنسان، ما هي أعراض داء الكلب عندما ينتقل للإنسان؟ الفيروس هذا كي يصيب الإنسان تولي الأعراض تبدأ تتطور، يبدأ التهيج، يبدأ الخوف من الماء. على كل حال هذه أعراض تقيس الجهاز العصبي. لو كان تعطيه الماء ما يتقبلش الماء نهائيا، هل صحيح أنه داء الكلب ينتشر في المنطقة تاعنا؟ طبعا أكيد ينتشر، وأنا شخصيا صادفت ماشي مرة وماشي زوج أعراض داء الكلب عند الكلاب، عند الأبقار، وكاين ناس بزاف ما تديش بعين الاعتبار وما تديرش احتياط لهذا المرض اللي هو الناس ما تديرش التلقيح إجباري عند القطط، عند الكلاب، عند الأبقار. هل أي إنسان يربي حيوان هو ملزم بإجراء تلقيح معين؟ في الحقيقة لا، هو غير ملزم بإجراء تلقيح، ولكن في حالة ما إذا يكون خدش أو عض أو حاجة من هذا القبيل من طرف حيوان قط أو كلب، هنا هو ملزم بإجراء تلقيح في أقصى سرعة، خاصة إذا كان الحيوان ما دارش تلقيح تاعو. ونزيد نقطة خاصة عند المرأة الحامل، إذا كانت هي مربية للقطط، في حالة القطط فقط تجتنب أنها تكون بالقرب من القطط، لأن القطط تنقل المرض اللي هو توكسوبلازموز. المرأة كي تكون حامل هذا المرض التوكسوبلازموز يتسبب لها في إجهاض وعقم بسبب هذا المرض، ولهذا أي مرأة تكون في حالة حمل من الأحسن أنها تجتنب
الاقتراب ولا الاختلاط من القطط. ما هو أكثر مرض خطير ومخيف في عالم الحيوانات؟ احنا بالنسبة لنا نصنف أول مرض خطير ومعدي ومخيف في عالم الحيوانات وخاصة على الإنسان، اللي هو مرض داء الكلب. مرض خطير معدي للإنسان ومرض فتاك قاتل لا رجعة فيه. بحكم عملي في العيادة البيطرية على مستوى المدينة نتاعنا، الحيوانات الأليفة الأكثر انتشارا وميول لها من طرف سكان المنطقة هذه هي في القطط والكلاب. نبداو بالقطط. القطط كاين أنواع من سلالات سيامو، سلالة بيرسون شيرازي بيرسون مثلا كيما هذا، بيرسون هيمالايا، أونغورا، البلوريس، وكاين أنواع على كل حال. بالنسبة للكلاب كاين الراعي الألماني بيرجي ألمو، كاين مالينوا، كاين الهاسكي، كاين كوني كورسو، كاين ريد نوس، ليستاف أمريكا. وتربية الحيوانات لا يقتصر على تربية القطط أو الكلاب أو الأبقار أو الأغنام. كاين ناس تربي حيوانات على كل حال، حتى الثعالب، الطيور مثل الحمام، طيور القوارض مثل الزامستر، طيور زينة بأشكالها، الدواجن مؤخرا، طيور الدواجن بأنواعها، سلالات على كل حال حتى من خارج الوطن وإلى آخره. يعني في بعض الأحيان تصادف معاملة مع حيوانات غريبة عن المنطقة تاعنا، خاصة في موسم الصيف. الناس تاع الجنوب يجيبوا لي فيناك، يجيبوهم يربيهم ويتعرضوا مثلا تسممات أو نديروا عملية تلقيح من هذا القبيل. هو بلاصتو اصلا هي صارت العام اللي فات وين حكموا هنايا كعبات، جاو رباهم ولينا عيطوا لي عليهم، درت لهم انا كونسلطاسيون، عاودوا بعثوهم منا رجعوا من الصحراء، سما هنا ما يربيهمش. فيما يخص اغلى الحيوانات، كاين حيوانات اللي تكون سعرها غالي، حيوانات الاليفه باسعار خياليه صراحه. مثلا حتى في المنطقه تاعنا كاين مثلا كلاب كيما الراعي الالماني، كيما كاين حتى السعر تاعها يتعدى 100 مليون، كيتعدى 100 مليون، 120 130 مليون. كاين اسعار مثلا المالينوا، كاين البرجي، تلقى 30 مليون 40 مليون. القطط ثاني تلقى 35 مليون، تلقى 15 مليون، تلقى 10 ملايين. كاين اسعار خياليه. اشهر سلالات في عالم القطط كاين سلالات يعني غنية عن التعريف، مليحة بزاف. البيرسون هيمالايا سلالة جد مليحة بزاف ما شاء الله. كاين شيرازي هذا، كاين أونغورا تركي، وكاين السيامو، كاين البلوريس. عند القطط نقدروا نحكموا على السلالات، كل سلالة وعندها صفات معينة. مثلا البيرسون راهو عندنا هنا، هو طبع عنده كالم، هو كما نقولوا احنا هذا السلالة هذه عاقلة بزاف، غالبا ما تلقاها هادئة عاقلة ما تقلقش خلاص. هاي كيفاش هذه البيرسون. يعني تختلف صفات وميزات في شخصية القطط من سلالة إلى أخرى، كل سلالة عندها طبع مميز تختص به. هل لهذه المهنة سلبيات؟ بالطبع هناك سلبيات كثيرة جدا. أولها خطر التعامل مع الحيوانات، خطر الإصابة بأمراض معدية، وهنا كنا نحكي لازم التلقيح، خاصة إذا تعرضت إلى الخدش أو عض ولا حاجة من القبيل. أيضا خطر الهجوم من طرف حيوانات مثل الكلاب أو القطط أو حتى أبقار، ولا تعرض إلى هجمات عن التنقل، لأنه كاين حالات بزاف الطبيب البيطري مضطر للتنقل إلى عين المكان من أجل التعامل أو من أجل علاج حيوان معين. الطبيب البيطري يتعرض إلى ضغوطات، فيها ضغط كبير
مثلا المربي يعيط لك عنده كلب مريض أو قط أو كبش أو بقرة، في حالة ما المربي يكون من شدة الخوف على الحيوان تاعو، هو لا إراديا يبقى يعيط لك ويبقى يكرر. وفي بعض الأحيان يكون الطبيب البيطري يكون عنده التزامات، كاين التزامات عائلية، كاين التزامات وين راني على السفر، كاين التزامات وين تكون عندك حالات تتعامل معها، في نفس الوقت يعيطوا لك حالات واحدة أخرى ما تقدرش، والحالات هذيك تكون حالات نقدر نقولوا احنا تتطلب تدخل سريع. انت في الوقت هذاك ما تقدرش توفق بين الحالات اللي عندك والحالات اللي يعيطوا لك عليها جديدة. وهنا كاين المربي اللي وين هو لا إراديا يضغط عليك باش تكون معاه انت في الوقت اللي حابه هو، وانت في نفس الوقت تكون صعيبة عليك على كل حال. ما هي اللحظات اللي صادفتني في خلال مشوار العمل تاعي في هذا المجال وبقات في الذاكرة؟ كاين يعني صدف تلقيت بها وتبقى يعني في الذاكرة. أنا صدفة صارت معي شخصيا، أنه كان عندي كلب من نوع مالينوا، كنت ربيته حوالي عامين. من بعد لي ظرف معين، على كل حال ظروف معينة، أنا اضطريت أنه الكلب هذاك نمدو الإنسان واحد آخر يتكفل به. مديته الإنسان هذاك حوالي عام ما شفتوش، وهذاك الكلب كان يعني في الحراسة 100%، كان مليح في الحراسة، من ناحية الحراسة كان مليح. بعد مدة تقريبا عام وصل وقت التلقيح تاعو، رحنا باش نديروا التلقيح. على كل حال انا كي شفت الكلب نتاعي، انا على كل حال كانت هذيك العلاقه اللي مع الكلب، هو ما نسانيش وانا ما نسيتوش، باش نحكيو بلي الوفاء عند الحيوان. هذا اللي عطيته الكلب كان خايف، هو مدة عام ما يقدرش يمدلو ياكل، يخاف منه. كي شاف الكلب في حالة هيجان كان يقول لي طبيب تولاه بالك يعضك بالك. الكلب إما كي وصلت لعنده أنا، الكلب جا عندي وحضنته أنا، الكلب يبكي كي شافني. هذيك اللقطة بقات مأثرة فيا على كل حال. الكلب تاعي وتوحشني الكلب، عبر على هذاك الاشتياق تاعو انه وصل يحضنني ويبكي، واللقطة هذه بقات يعني في الذاكرة، يعني ما ننساهاش، محال ننساها على كل حال. أخيرا نقدم تحية للصديق أيمن على هذه الحلقة، الاستضافة يعني المشرفة، يعني جزاك الله خير. ونتمنى أنه خلال هذا المشوار اللي في العمل تاعي نكون وفقت إلى أبعد الحدود، ونطلب التوفيق والسداد إن شاء الله، وبارك الله فيكم. ما نساوش الحضور تاع ماشا وميشو اللي كانوا معنا يعني أوفياء خلال هذه الحلقة، مع أنه ماشا كانت قبيحة شوية فوالا. ونشكر الصديق تاعنا فيصل، عذبناه معنا، شكرا فيصل، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا.